السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن واحد من أقوى التطورات اللي حصلت في تكييف ميديا 2025. هل فعلا اتطور عن الموديلات القديمة ولا مجرد تغيرات شكلية؟ خليكم معايا لحد آخر الفيديو وهقول لكم كل التفاصيل بالأرقام والمقارنة. أول حاجة معانا التصميم والشكل الخارجي. ميديا 2025 تصميم أكتر انسيابية وعصري. الشاشة الديجيتال بقت واضحة ومكانها مناسب للرؤية حتى في الإضاءة القوية. خامات البلاستيك الخارجي أفضل من النسخ السابقة ومقاومة للخدوش بشكل أكبر. الموديلات القديمة التصميم كان تقليدي نوعا ما. الشاشة في بعض الموديلات كانت أصغر أو مش واضحة. الخامات أضعف نسبيا وبتتبهدل أسرع مع الوقت. لكن دلوقتي في تطور كبير وكل سنة عن السنة اللي قبلها الجهاز بيثبت نفسه. تاني حاجة معانا وهي الكفاءة وتوفير الطاقة. ميديا 2025 بيشتغل بتقنية الانفرتر الجيل الجديد اللي بتحافظ على استقرار درجة الحرارة وتوفير في استهلاك الكهرباء بنسبة بتوصل ل60%. طبعا الجهاز حاصل على تصنيف A3 بلس في كفاءة الطاقة. بالنسبة للموديلات القديمة برضو كان فيها انفرتر بس من جيل أقدم وأقل كفاءة. بعض الموديلات كمان ما كانش فيها انفرتر أصلا فكانت بتسحب كهرباء أعلى. في نقطة معانا كمان وهي التبريد وسرعة الأداء. ميديا 2025 أسرع في التبريد بفضل الكمبرسور المتطور اللي بيوصل للدرجة المطلوبة أسرع ب25% مقارنة بالموديلات القديمة. صوت التشغيل أقل بنسبة واضحة وده فرق مهم جدا وقت النوم. الموديلات القديمة تبريد جيد لكن مش بنفس السرعة خصوصا في الأيام شديدة الحرارة. صوت الكمبرسور كان أعلى شوية وده طبعا مزعج لبعض العملاء. وجينا للجزء الأهم معانا وهو جزء الذكاء الاصطناعي والتحكم الذكي في الجهاز. ميديا 2025 بيدعم التحكم عن بعد من الموبايل عن طريق تطبيق مايديا اير. في مستشعرات ذكية بتوزع التبريد حسب عدد الأشخاص اللي في الغرفة. ده غير ميزة الفولومي المحسنة اللي بتقيس درجة الحرارة من الريموت مش من الوحدة الداخلية. بالنسبة للموديلات القديمة بعض الموديلات ما فيهاش تحكم ذكي. ده غير ان ميزة الفولومي كانت موجودة لكن اقل دقة. البند الخامس معانا وهو بند الفلاتر وتنقية الهواء. ميديا 2025 مزود بفلتر بلازما برو لتنقية الهواء من البكتيريا والفيروسات زائد فلتر كربوني نشط لإزالة الروائح الكريهة. أسهل في التنظيف وفي الصيانة. الموديلات القديمة فلاتر أقل تطور كانت بتنظف التراب بس وما كانش فيها خاصية قوية لتنقية الهواء. ده غير بعض مميزات تانية كمان بتفرقه عن الموديلات اللي قبله زي وضعية الإيكو مود وحساسات درجة الحرارة الدقيقة والتنظيف الذاتي للوحدة الداخلية اللي هي السيلف كلين وتوزيع الهواء رباعي الاتجاهات ال4D. دي كلها مميزات ميديا 2025. لكن زي ما كل جهاز له مميزات برضه بيبقى فيه عيوب. أول عيب معانا بالنسبة للجهاز إن هو محتاج جودة كهرباء مستقر. يعني لو الكهرباء في منطقتك بتقطع كتير أو الفولت قليل ممكن الجهاز يفصل أو ما يديش أفضل أداء ليه. وده لأنه بيعتمد على تكنولوجيا الانفرتر اللي محتاجة استقرار في الكهرباء. تاني حاجة هي صوت الوحدة الخارجية بيبقى إلى حد ما ملحوظ. ده غير إن خدمة ما بعد البيع مش الأفضل في كل المحافظات. في بعض شكاوي من تأخر الفنيين أو صعوبة التواصل مع خدمة العملاء. خلاصة الكلام لو بتدور على تكييف حديث وذكي وموفر وفعلا مختلف ميديا 2025 يعتبر نقلة حقيقية عن الإصدارات اللي فاتت. لكن لو معاك موديل قديم من ميديا وشغال كويس مش لازم تغيره غير لو احتياجاتك اختلفت. لو عجب حضراتكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل حضراتكم كل جديد. متشكر جدا، نورتوني ونلتقي في فيديو قادم بإذن الله.